سلام البنات، مرحبا بكم في درس اليوم اللي هو توريد الشفايف كلاصاج. كيف ما كتشوفوا هذه كليانه. اول حاجه كندير الكوانتي في يديا، تعقيم ضروري، نيطوي الفم باش نخدمو. قبل ما نبدا كنتشاور مع الكليانه، كنقول لها اش من لون بغيتي. الا كان عندها مشكل فمها فانا كنخدم خدمتي وكنقول لها الحصه الاولى ما نهضروش على اللون. طبعا هنايا نحط البنج ما كنحطوش بالصبعين نيشان، ضروري ما الكوانتي، ونخدم بواحد الكوطون باج او القطن الودنين او القطن ديال الكلاصاج، وكنخلي البنج 20 دقيقه حتى 30 دقيقه. هنا الادوات اللي كنخدم بهم، هنا عندنا مصحح اللي هو الاورانج، وعندنا الادوات اللي غنخدموا بها، مثلا عندك الشفره باش غنخدموا والموتور. كنجيو في اول البدايه كنخليو البنج 20 دقيقه حتى 30 دقيقه، من بعد كنمسحوا البنج مزيان وكنحددوا البلاصه اللي عندنا فيها المشاكل. كيف ما شفتوا هنا راه كنشير بيديا البلاصه اللي فيها المشكل، هي عندها القناه التلفم والجناب. دونك هنا ما يمكنناش نختاروا اللون اللي بغات هي، غادي نديروا المصحح. الخدمه كاين نخدموا بالليبره 5، رقم 5، كاين رقم 5 وكاين رقم 3. طبعا لك الاختيار يا الرقم 3 رقم 5. انا فضلت هنايا نخدم برقم 5، هو اللي غنطراسي به وهو اللي غنعمر به. في هاد اللي باري هادو راه كاين من 1 حتى ل5 وانت طالعه. حنا ديما كناخذوا الفرد اورانج، كناخذوا واحد كميه بسيطه ديال الاورانج اللي بها غادي نخدم ليها او نصحح ليها اللون اللي عندها فمها. طبعا هاد الكليانه هذه الحصه ديالها محتاجه 3 ديال الحصص تقريبا. خنخدموا الحصه الاولى، ما بين حصه وحصه كنديروا 10 ايام حتى 15 يوم. قبل ما نخدم غنحدد اللون ديال الفم، غنحدد عفوا الجوانب ديال الفم باش ما ننزلش تحت من الشفايف. كنحدد دائما بقلم بيض او باج باش كنعرف البلايص اللي خاصني نقيسهم والبلايص اللي ما خصنيش نقيسهم. دونك هنايا كيف ما شفتوا تحديد باين. قبل ما نبدا الكليانه كنسولوا الكليانه واش كتعاني من شي مرض، مثلا السكر اللي كيكون سكر حاد، من النوع اللي كيكون كيطلع دغيا، او من النوع اللي كضرب الانسولين، او من النوع. المهم ديما الاحتياط ديالنا كناخذوا الاحتياط ديالنا، وكنسولوها طبعا على واش عندها شي حساسيه ديال الجلد. ربما نخافوا يكون شي تعفن ولا شي حاجه. المهم ضروري هاد الاسئله هذه خاصك تطرحيها على الكليانه ديالك، تقول لها مدام فيك السكر، عندك كتعاني من شي مرض، واش عندك شي حساسيه جلديه، واش عندك القلب، واش عندك مهم سيوله ديال الدم. ضروري هاد الاشياء كنسولها قبل ما نحط يدي فيها باش ما نواجهش مشاكل لا ليها ولا ليا. طبعا الا كانت من النوعيه اللي فيها السكر راك كتقولي ليها واش السكر ديالك خايب، واش من النوعيه اللي خايب، واش الجرح ديالك تيبرد غيا. يعني ضروري هاد الاشياء. والانسان اللي خايف يتفادى اصحاب السكر ما يخدمش ليهم. بدينا اول حاجه بدينا كنطراسيو الفم. غنبدينا بالبلايص اللي هما غامق، الاماكن الغامقه. طراسينا الفم بالكلاصاج، طبعا بالابره ديال الكلاصاج، وكنخدموا بطريقه خفيفه قبل ما يطير الكليانه البنج. وكنبدا نمسح او نثبت بالكوطون ديسك. الكوطون ديسك خاصو يكون من نوعيه هي زوينه، لان الكوطون ديسك خاصو يكون ماشي من النوع اللي كيطلق الخمله باش انا نخدم خدمه نقيه. طبعا هنايا وانا كنخدم كنبدا نعمر بحركه دائريه، نهز البرودوي نعمر بحركه دائريه. هذا راه كيبان لكم احمر، هو ماشي احمر، اورانج، هذا مصحح. كنخدم وانا متحكمه في يديا وراده البال كل طريقه العمل اللي كنخدم بها. نفس الجهه كنخدم الجهه الثانيه
وحده عليا بشويه عليا. كنتيري البو او كنتيري لابو او كنجر الشفايف نجبدهم ونبدا نخدم بطريقه دائريه. هنا كيف ما شفتوا سالينا الطراساج. حنا دابا هنايا غادي نعمرو، كنعمر بشويه بشويه وبحركه دائريه حتى كنكمل الفم الى النهايه. ملي كنساليو كيتنفخ لي ليفر ديال الكليانه، كيتنفخوا شويه ما نخافش، تنفخوا كي من بعد ساعه او نص ساعه راه كيرجعوا يهبطوا كيتفشوا. دونك هنا الكليانه غادي ننصحها نقول لها تكثر من السوائل وتحاول ان على الاقل 5 ايام 4 ايام بحال هكا حتى 5 ايام انها تكايس شويه، ما تشربش السخون، ما تاكلش حاجه سخونه، تحاول حاجه تاكلها بارده شويه، تكثر من السوائل العصير والماء. الحاجه السخونه تبعد منها بحال هاد الاشياء، ما تمشيش للحمام لان الحاجه السخونه اي بلاصه سخونه صعيبه ليها، لان هذا كيكون فيه احيانا كيكون جرح. دونك خاصني نتكايس، الا كان جرح خاصني نتكايس باش ما يديرش ليا التعفن. طبعا هاد الكلمات هادو اللي كنقول اللي كنطق بهم ما تخافوش منهم، فهذا اشياء طبيعيه. نخدم وانايا في كل ثقه في نفسي، نخدم بشويه ونخدم باتقان ووحده وحده عليا تنكمل الكليانه. بالنسبه اللون اللي هي اختارت، هي راه ما اختارتش اللون لان حنا درنا المصحح. دونك في الحصه الاولى الحصه الثانيه ان شاء الله بامكانها تختار اللون. الكليانه قالت لك انا بغيت شي حاجه ناتور، المهم هو انها ديك الزروقيه ما تبقاش عندي. طبعا الناس اللي كينديروا لهم البنج وما كيقبطش فيهم البنج راه كتكون عندهم اعراض. مثلا عندك الناس اللي عندهم اللي كيدخنوا، او الناس المدمنين على القهوه بزاف، القهوه التركيه، فهادو غالبا ما كيكونوا ما كيقبطش فيهم البنج. فلذلك كنصح الكليانه نهار اللي تبغي تصايب مثلا كليانه كتدخن، الوقت اللي تبغي تصايب الكلاصاج تحاول ديك الايام تانيلي القهوه غير احتياط مؤقتا. وطبعا التدخين دائما كنفضل ان الزبونه تكون على حرص حتى في الغوجا ليفر اللي تبقى تستعمل، ما تستعملش اي غوجا ليفر. ما نساوش ان الكلاصاج كيكون على طريقه الروج، ولكن احيانا الكليانه غتبغي تبدل الطريقه ديال او اللون ديال غوجا ليفر ديالها. فانا كنصح كاينين لي غوجا ليفر لي كاليتي زوينه، ناخذ كاليتي زوينه باستعمال الشخصي، هذا يكون احسن. طبعا هنا في لاكوش الثالثه كنزيدو مثبت على الكولور وكنعاودو نخدمو خدمه خفيفه من الفوق باش يثبت اللون مزيان. ننصح الكليانه انها تتفادى الاشياء الساخنه وتكثر من شرب الماء، هذا كيكون احسن ليها باش انها كتفادى العدوى او كتفادى اي ابسي، او هذا هو اهم شيء. كيف ما كتشوفوا النتيجه كتبان تقريبا على 20 يوم. الا كانوا لي ليفر ديالها غامقين فاحنا كنستعملوا الاورانج هو الاول، كيكونوا عندنا 3 ديال الحصص. الا كانت هي كتقلب غير على اللون بوحدو وكان اللون ديال الشفايف ديالها من لون طبيعي فهي كتكتفي بجوج ديال الحصص. كنتمنى ان الدرس يكون نال الاعجاب ديالكم. بالنسبه لهذا الدرس هذا فهو مهم بالنسبه للمبتدئات. كيف ما قلنا نقدروا نخليو البرودوي 20 دقيقه حتى نص ساعه، ومن بعد كنكتفيو به ان كنمسحوه بطريقه اللي هي سلميه. كانت الكليانه تقدر تخليه مده اطول فهو احسن. وكان هذا هو درسنا، وخليت لكم راحه الله والى اللقاء.